ازاي احافظ على صحتي الجسدية؟ 1. العب رياضة بانتظام 3 أيام في الأسبوع مثلا. 2. كل أكل صحي، خضروات وفواكه ولحوم وغيره، واشرب مية في اليوم 3 لتر مثلا. 3. نام كويس 7 ساعات أو 8 ساعات. 4. ابعد عن العادات السيئة زي التدخين والسهر وغيره. 5 حاجة ودي أهم حاجة، القرب من ربنا سبحانه وتعالى. صلي واقرأ القرآن والأذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل سوء. ازاي اتخلص من العادات السيئة؟ اول حاجة شوف السبب اللي بيوقعك في العادة ديت. تاني حاجة بدلها بعادة ايجابية. تالت حاجة كن صبورا ومستمرا في المجاهدة. جاهد نفسك، لما تجاهد نفسك ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ليه بتفضل الأغاني عن القرآن؟ ليه ما بتسمعش قرآن؟ ليه تسمع أغاني ومهرجانات وراب؟ والقرآن الكريم اللي هو راحة للقلوب والشفاء للصدور مش عايز تسمعه، وعمال تحفظ في أغاني وكلام ربك سبحانه وتعالى كلام العظيم مش عايز تحفظه. طب ليه؟ لحد امتى تفضل كده؟ يعني انت مش عايز تاخد حسنات؟ عايز تاخد حسنات. القرآن الكريم كله حسنات، الحرف الواحد ب10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة، لكن الأغاني ما فيهاش حسنات. انت بقى بتفضل الأغاني عن القرآن؟ خليك مع القرآن عشان ترتاح. انت يا اخويا مهتم بالموضة مش مهتم بدينك؟ يعني انت الموضة تقول لك البس بنطلون مقطع تلبس بنطلون مقطع؟ طب ربنا سبحانه وتعالى قال لك البس بنطلون مقطع؟ الموضة بتقول لك اعمل خطوط في شعرك واحلق زي الاجانب. طب دينك انت كمسلم ربنا سبحانه وتعالى قال لك اعمل كده؟ الموضة بتقول لك قطع حواجبك، دينك قال لك قطع حواجبك؟ الموضة بتقول لك اتكلم واعوج بقك، ربنا سبحانه وتعالى قال لك اتكلم بتكبر واعوج بقك؟ الموضة بتقول لك لون شعرك بألوان غريبة، ربنا قال لك لون شعرك؟ لحد امتى هتفضل ماشي ورا الموضة ورا الشيطان، والشيطان عمال يضحك عليك وانت ماشي وراه؟ انت مسلم، شوف دينك بيقول لك ايه واتبعه، لانك ليك يوم هتتحاسب، ولا ينفعك موضة ولا ينفعك الشيطان ولا ينفعك صحابك ولا ينفعك المظاهر ولا ينفعك اي حاجة. اللي هينفعك هو عملك الصالح. اسأل نفسك انت ليه لحد دلوقتي مش بتصلي؟ اسأل نفسك هو انا مسلم ولا مش مسلم؟ اسأل نفسك انت عايز تدخل الجنة ولا عايز تدخل النار؟ اسأل نفسك انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ولا ما يرضاش عنك؟ اسأل نفسك انت عايز تعيش عيشة مطمئنة ولا عيشة ضنكة؟ اسأل نفسك لحد امتى هتفضل كده؟ اسأل نفسك وحاسب نفسك. لو عايز تصلي جرب الطريقة دي، لما تسمع الأذان قول لنفسك مين بيند عليك؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. انت لما ابوك بيند عليك بتروح له، امك لو نادت عليك هتروح لها، صاحبك لو نادى عليك هتروح له. طيب ده الله سبحانه وتعالى اللي خلق الدنيا كلها، اللي خلق الكون كله بيند عليك تروح له؟ ده انت تروح له وتروح له، صح ولا لا؟ ولما تروح له بقى ان شاء الله تدخل المسجد وتصلي، ادعي في السجود وقول يا رب ثبتنا على الصلاة، يا رب ثبتنا على الصلاة. كلم ربنا وقول له رب ثبتنا على الصلاة، وإن شاء الله ربنا يثبتك. بص يا اخواتي، بدل ما احنا بنضيع وقت على السوشيال ميديا ومش بنستفاد حاجة، نشغل نفسنا بحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم هيكون شفيع لنا يوم القيامة. قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن هيكون شفيع لنا ويدخلنا الجنة. طيب ليه مش بنحفظه؟ نحفظ منه حتى لو كل يوم آية. آية ديت على مدار السنة يبقى حفظنا 360 آية. شوف بقى كام سورة انت حفظتها، وده أقل حاجة. شوف بقى اللي يحفظ آيتين، يحفظ 3، يحفظ 4، اللي يحفظ الربع كله. شوف بقى الحسنات اللي هياخدها، هياخد حسنات كتير جدا. الحرف ب10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة. شوف بقى الراحة اللي هيكون فيها، شوف بقى رضا ربنا عليه والنجاح وتيسير الأمور، يعني خير ما بعده خير. يلا بقى كلنا ننزل تطبيق القرآن الكريم على متجر بلاي ونحفظ القرآن الكريم حتى لو آية كل يوم. قول لنفسك كفاية ذنوب، قول لنفسك كفاية بعد عن ربنا. امسح بقى الأغاني اللي عندك وقول لنفسك كفاية بقى، كفاية ذنوب بقى بعملها، كفاية بقى قلبي باظ، قلبي اسود من كتر سماع الأغاني والراب والمهرجانات والكلام الفاضي والتفاهات. كفاية بقى، امسح كل ده واسمع قرآن، نظف قلبك وريح قلبك. الأغاني هتتعبك. انت بتقول لي بسلي نفسي، انت مش بتسلي نفسك، انت بتتعب.
انت نفسك تصلي وتقرب من ربنا، لكن الاغاني هي اللي مبعداك عن ربنا. نفسك تقرا قران، نفسك تسمع القران، لكن الاغاني هي اللي مخلياك ما تسمعش قران ولا تقرا قران، هي اللي مخلياك تعبان. ابعد عنها لانها مزمار الشيطان، والشيطان ما بيجيش منه خير. وبدل الاغاني بالقران. كلام ربك سبحانه وتعالى كله حسنات، وقلبك هيرتاح بالقران مش بالاغاني. كلنا لازم نسال نفسنا احنا ليه مش حافظين حاجه من القران؟ اسال نفسك انت ليه مش حافظ حاجه من القران؟ ليه انت مهاجر القران؟ حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه، قال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهاجرينه، محدش بيفتح مصحفه، محدش بيقرأ فيه، محدش بيحفظه. القرآن الكريم كله حسنات، الحرف ب10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة. والقرآن الكريم شفاء ورحمة وهدى. ليه نبعد عنه؟ يلا امسك مصحفك واقرأ فيه واحفظ بقى شيء من القرآن. القرآن الكريم هو ده راحتك، هو ده شفائك، هو ده هيكون شفاء ليك. بص يا اخواتي، نفسنا إن لم نشغلها بالحق شغلتنا بالباطل، إن لم نشغلها بالطاعات شغلتنا بالمعاصي والحاجات اللي بتوجع القلب. يعني احنا لو مش بنصلي، مش بنقرأ القرآن، مش بنسمع القرآن، مش بنذكر الله، مش بنعمل أعمال صالحة، هنلاقي نفسنا رحنا للذنوب والمعاصي والحاجات اللي بتوجع القلب. عشان كده نشغل نفسنا بالأشياء المفيدة، نشغل نفسنا بالطاعات علشان نرتاح. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي يقرب من ربنا ويشغل نفسه بالطاعات قلبه هيرتاح. لكن اللي بيشغل نفسه بقى بالذنوب والمعاصي والحاجات دي، ومن أعرض عن ذكري، بعد عن ربنا سبحانه وتعالى وانشغل بالمعاصي والذنوب، فإن له معيشة ضنكا. يبقى عايش في عيشة ضنكا، مش مرتاح في حياته عشان انشغل بالمعاصي والذنوب. عشان كده اشغل نفسك بالمفيد واشغل نفسك بطاعة الله عشان ترتاح. المراتب الخمسة الربانية لصاحب القرآن: 1. الشفاعة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 2. الرفعة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. 3. الصحبة مع صفة الكرام البررة. 4. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 5. الأهلية، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يلا كن منهم. لو مش قادر تحفظ القرآن كله، احفظ منه ما تيسر من الصور أو الآيات. بص يا أخويا، كل شيء هين وسهل ما دمت في صحبة القرآن. طول ما أنت مع القرآن كل حاجة هتكون سهلة معاك. ليه بقى بعد عن القرآن؟ مش بتقرأ فيه ومش بتحفظ ومش بتسمع القرآن. اعمل نفسك ورد، اقرأ واسمع واحفظ واعمل بيه، أهم حاجة. وانت يا أخويا بدل ما أنت قاعد على القهوة وقاعد في السايبر وقاعد في البلياردو وقاعد في الكلام ده، شيل هم دينك، اتكلم عن دينك، اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، كن داعي إلى الله وصلي وقرب من ربنا، احفظ كلام ربك، اطلب العلم. ليه بعيد عن ربنا؟ ليه مكبر دماغك عن دينك؟ مش خايف على نفسك؟ الموت بيجي فجأة، هتقول لربك ايه؟ هتفضل تعمل حاجة وأعذار على الناس وممكن يصدقك، لكن الله سبحانه وتعالى مش هتعرف تعمل حجج ولا أعذار، لأن كل شيء عند الله مكشوف. فالحق نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وشيل هم دينك. بالنسبة للبنات اللي بتسمع أغاني ومهرجانات، توبي إلى الله سبحانه وتعالى واسمعي قرآن وصلي وقربي من ربنا. اوعي تفكري ان الناس شايفينك انك حلوة وانت بتعملي كده، وانت بتسمعي أغاني ومهرجانات وبتقلدي الولاد. اوعي تفكري انهم شايفينك حلوة. احنا كشباب لما نيجي نخطب مش هنخطب واحدة بتسمع أغاني ومهرجانات ومش بتصلي. بالنسبة للناس اللي بتربط الصلاة في اللي بيحصل في حياتها، يعني مثلا يحصل له حاجة تفرحه يقول لك أصلي، ولما يكون عنده مزاج يصلي، ولما تحصل له حاجة مش على هواه، يعني ما عندوش مزاج يصلي، أو يحصل له حاجة وحشة مثلا يقول لك مش هصلي. ده ينفع؟ ما تربطش الصلاة في اللي بيحصل في حياتك. الصلاة فرض، فرحان صلي، حزين صلي، في حاجة حصلت في يومك حلوة صلي، في حاجة حصلت في يومك وحشة صلي. الصلاة فرض، ما تربطهاش في اللي بيحصل في حياتك. القرآن الكريم واجب عليك وفرض عليك انك تتعلمه، لان ده كلام ربك سبحانه وتعالى، فلازم تقرأه صح، مش اي حاجة. زي ما انت بتاخد درس انجليزي ودراسات وعلوم وعربي وغيره، لازم تتعلم القرآن. ما ينفعش اقرأ كده وخلاص وزي ما تيجي. عشان كده خد درس قرآن، ما تسيبش نفسك كده. قال حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عايز تكون من أهل الله سبحانه وتعالى وتكون في رعاية الله وفي رعاية الله، عليك
بحفظ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يلا ابدأ في حفظ القرآن، ما تكسلش. في تطبيق على متجر بلاي سهل وبدون نت، اسمه تحفيظ القرآن الحصري بدون نت. حمله واحفظ منه. طبعا لا غنى انك تقعد مع حد يعلمك القرآن، التطبيق هيساعدك، بس لازم تطلب العلم، تقعد مع شيخ يعلمك. بص يا اخويا، انا بحبك في الله وبنصحك لله وبنصح نفسي قبليك. المقاطع اللي انت بتنزلها على الستوري زي الرقاصه، زي الواحده متبرجه وترقص على اغنيه، زي الصور القبيحه، الكلام ده كله انت بتستفاد ايه؟ ولا اي حاجه، بتاخد سيئات. ويجي واحد يقول لك تبعتها له وتاخد سيئات جاريه وينزل عليك غضب الله، لانك بتفتن الناس بتفتن بسبب الصور والمقاطع اللي انت بتنزلها. وانت عايز من ربنا سبحانه وتعالى الصحه والفلوس والنجاح وعايز تدخل الجنه، وانت بتعصى الله سبحانه وتعالى وتنشر الفتن. طيب انت نزلت الحاجات ديت وشفتها وربنا سبحانه وتعالى سترك، طب بقى لا، انت بتنزلها على الستوري وتقول للناس: شوفوا يا ناس ربنا سترني، لكن انا بفضح نفسي، شوفوا بقى وتفتنوا. انت مش خايف من عذاب الله؟ انت مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي تنام على المخده وانت بتعمل كده؟ مش خايف انك تموت وتقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت بتعمل كده؟ بالله عليك فوق لنفسك، انت مش قد عذاب الله سبحانه وتعالى. توب الى الله سبحانه وتعالى. بص يا اخويا، لما تقطع حواجبك كده وتعمل خط كده وخطوط وتعمل حلقه غريبه وتلون شعرك الوان غريبه وتلبس بنطلون مقطع وتقلد الناس اللي غير مسلمين، بالله عليك انت مستفاد ايه؟ ولا اي حاجه. الناس يعني هتشاور عليك وتقول عليك الجامد جه والجامد راح، وهيقولوا عليك مفيش منك اتنين. قالوا عليك يا عم مفيش منك اتنين، والجامد جه والجامد راح. الناس دي هتنفعك؟ مش هينفعوك. هل ربنا سبحانه وتعالى قالك اعمل كده؟ ما قالكش اعمل كده. ليه انت مخالف؟ انت مسلم، احنا زي المسلمين والبس زي المسلمين. فيها ايه ما تسيب حواجبك كده سليمه وشعرك كده عادي، ما تلونوش وخليك كده حلقه عاديه. فيها ايه؟ البس بنطلون سليم، مش لازم تلبس بنطلون مقطع. حاجات سهله اعملها، وصلي وقرب من ربنا وخليك مع القران وتوب من ذنوبك دايما. اولادك لو انت ما اهتمتش بيهم مين هيهتم بيهم؟ لو انت ما علمتهمش القران مين هيعلمهم القران؟ لو انت مش بتاخد بايديهم وتودوهم للدرس القراني يتعلموا مين ياخد بايديهم؟ لو انت مش بتاخد بايديهم تودوهم المسجد ويصلوا وتعلمهم الصلاه مين هيعلمهم الصلاه؟ انت ابوهم، لازم تهتم باولادك. ما ينفعش انت تهتم بالاكل والشرب بس والدروس المدرسه والصلاه والقران اللي هم الاساس الحياه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشانهم وانت مهمل فيهم. ومش مهم اقول لاولادي صليت وما صليتوش، حفظت وما حفظتش. لازم تهتم باولادك بالصلاه والقران لان دول الاساس. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبده، ونيجي احنا نعبد الشيطان ونسمع كلام الشيطان ونمشي ورا الشيطان. هتقول لي ازاي بنعبد الشيطان ونمشي وراه وبنسمع كلامه؟ اقول لك لما الاذان يأذن وانت ما تروحش تصلي، انت كده سمعت كلام الشيطان ولا سمعت كلام ربنا؟ كلام الشيطان، لان الشيطان مش عايزك تصلي وربنا سبحانه وتعالى عايزك تصلي وانت ما صليتش، فانت كده سمعت كلام مين؟ الشيطان. وما بتعملش اي طاعه ولا اي خير. الشيطان عايزك تعمل طاعه وخير؟ اكيد لا. فانت كده ايه؟ عبدت الشيطان وسمعت كلامه. وربنا سبحانه وتعالى قال: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. انك انت ما تعبدش الشيطان ما تسمعش كلامه، فتوب الى الله سبحانه وتعالى واسمع كلام ربك. حاجه عجيبه والله، بعض الناس بتهتم بالميعاد اللي بينه وبين الناس، لكن الميعاد اللي بينه وبين ربنا مش بيهتم بيه. وكل يوم كده ما بيهتمش بالميعاد بتاع ربنا. 5 صلوات مش بيهتم بيهم، لكن الميعاد بتاع الناس يروحوا يهتم بيه ويروح بالدقيقه، لكن ربنا سبحانه وتعالى الخالق مش مهتم بيه. ولا حول ولا قوه الا بالله. لو احنا بجد عايزين نغير اللي احنا فيه من ابتلاءات وغلاء والكلام ده، لازم نتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوحه. انا اتوب الى الله توبه نصوحه وانت تتوب الى الله توبه نصوحه. هتقول لي يا عم لما اتوب الى الله توبه نصوحه انا اللي اغير العالم؟ ايوه هتغير العالم. توبتك عند الله ليها شأن، ان الله يحب التوابين. انا لما اتوب وانت تتوب وده يتوب وده يتوب، المجتمع كله يتوب، ربنا يسهل علينا الرحمات والخير